دليلك الشامل لكل مسلسلات النص التاني من رمضان. مسلسل اب ولكن، واللي بيتكلم عن اب كان عايش حياة جميلة جدا مع عيلته، وفجأة حياته بتتحول لجحيم ومحاكم وما عادش عارف يشوف بنته. والمسلسل ده عليه ختم محمد فراج يعني، فانا متحمس. مسلسل حكاية نرجس، واللي حاسه هيتكلم عن ماضي امرأة مش احسن حاجة، بس بتحاول تكون اسرة برغم نظرة المجتمع ليها. مسلسل النص التاني، واللي اكيد يعني هيبقى تكملة للنص الجزء الاول. مسلسل بيبو، واللي بيتكلم عن شخص اكتشف فجأة انه من عيلة خطيرة جدا في الصعيد. مسلسل عرض وطلب، وده اكتر مسلسل انا متحمس له فيهم كلهم، مش عارف ليه بصراحة، قلبي بيقول لي ان في حاجة. مسلسل فرصة اخيرة، بيتكلم عن قاضي شريف بنته بتتخطف، فبيلاقي نفسه قدام اختبار صعب جدا، وهو بنته ولا ضميره. مسلسل بابا وماما جيران، واللي واضح يعني ان قصته عن اتنين اتطلقوا ولكن هم في وش بعض على طول عشان جيران. مسلسل المتر سمير، واللي هيتكلم عن محامي ذكي جدا بيحل القضايا بطريقة كوميدية. مسلسل قطر صغنطوط، واللي هيتكلم عن شخص بنى ثروته كلها من الفساد، وفجأة حبيبته بتكتشف الموضوع. مسلسل اللون الازرق، واللي بيتكلم عن عيلة بتحاول تعالج ابنها اللي عنده مرض خطير. مسلسل نون النسوة، ومن البوستر كده انا مش متفائل بصراحة، بس هنشوف يعني. وبس، متنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس ايه اكتر مسلسل متحمس له في النص التاني من رمضان.